الله سبحانه عنده عوض عن كل فائت. ما تخسره بسبب المصيبة والبلاء في الدنيا عوضه وأجره يوم القيامة عظيم لا يقدر بثمن. أصلا حين ترى الأجر بسبب صبرك على المصيبة يوم القيامة تتمنى أن المصيبة هذه وقع منها 1000 لعظيم الجزاء يوم القيامة. قل الحمد لله، قل الحمد لله على كل حال، قل يا ربي تيسرت أو تعسرت فقط رضني بما قدرت وقضيت. سؤال بسيط، ما الفائدة أن تعيش بحزن ويأس لن تظفر بشيء؟ لا، عش بأمل يسر خاطرك ويشرح صدرك، خير لك من أن تعيش على اليأس. الله يفرج عنا وعنكم ويسر أمورنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. صلوا على النبي يا جماعة وحطوا اللايك، ويلا اقول لكم بقى عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة، اللهم امين يا رب العالمين. فيديو النهارده غير اي فيديو بقى. فيديو النهارده هنغسل فيه السجاد وهنعمل فيه حاجات كتيرة قوي، يعني فيديو النهارده كله نشاط وحيوية وطاقة ايجابية. حطوا اللايك، ولو اول مرة تتفرج عليا جديد اتمنى تشترك في القناة عشان يوصل لك كل جديد بنزله وهنزله ان شاء الله. جيت بقى هنا كنت لسه بسمي بقى وبقول ايه يا هادي لسه، فقلت هفرش كده السجاد وبعد كده هبله، وبعد كده بقى ايه هجيب الصابون واجيب الجردل الاخضر وهبدا بقى ان انا هنضف وهدعك. طبعا اليوم دوت انتوا عارفين ان اليوم بتاع غسيل السجاد يا اما بيبقى طبخه قبلها بيوم يا اما بيبقى فيه طبيخ يعني جاهز تمام. فانا طبعا اول ما صحيت كده من النوم فتحت عيني كده على غسيل السجاد فانا قلت بقى ايه هغسل السجاد، وطبعا كانوا كتير، كانوا حوالي 5 سجادات تمام. فانا قسمت لكم الفيديو اصلا، يعني ده آه، يعتبر كده يعني جزء من الفيديو تمام. انما الجزء التاني بقى ان شاء الله ان شاء الله، يعني لو لقيت تفاعل على الفيديو دوت هنزل لكم الجزء التاني قريب يعني باذن الله. لما لقيت السجاد كتير لقيتهم يجي حوالي 5 وكبار بقى، وان هما يعني ايه عايزين يتغسلوا غسيل يعني ما اقولكمش بقى. فانا قلت ايه هخليهم فيديوهين بحيث ان انا لو لقيت تفاعل على الفيديو دوت هنزل لكم الفيديو التاني تمام. صلوا بقى على النبي، واللي لسه ما حطش اللايك يحط اللايك. هنا طبعا ايه قلت ان انا هبل السجاده وهحط عليه شويه صابون وشويه كورول كده، لان بصراحه السجاد الكبير دوت كان بقاله فتره ما اتغسلش، واحنا راكنينهم كده فوق فوق في الشقه اللي فوق وسايبينهم. اللي كنت بغسله بقى والسجاد اللي انا كنت بغسله معاكم في الشقه اللي تحت اللي هي في البلكونه اللي تحت كان السجاد اللي احنا كنا بنفرشه. كنا بنفرش مثلا سجاد في الريسبشن او في الصاله وبنشيله مثلا ونحط سجاد تاني، فلما بنيجي نشيله ما كنتش بحب اركنه زي دوت فاهمين. فانا لما قلت بقى خلاص انا اخدت الاجازه بقى وخلاص بقى اديله بقى فانا قلت ايه السجاد دوت ما ينفعش ان هو يساب اكتر من كده. وبصراحه يعني انت لو سبت السجاد اكتر من كده هو بصوا مش هو مش هيبوظ، هو مش اكل علشان يبوظ، ولكن هو الوساخة اللي فيه هتفضل زي ما هي ومش هتشال يعني بسهولة تمام. وبصراحة هي اصلا ما اتشالتش بسهولة، بس يعني انا خليت بقى الكروج والصابون والدعك بقى واديله بقى يعني بصراحة اليوم دوت انا تعبت فيه بجد بجد يعني. قدروا تعبي دوت وحطوا اللايك يا جماعة. هنا طبعا بقى انا قلت مش هسرع لكم الفيديو كده واحده واحده علشان كان فيه لسه جزء تاني، فعلشان ايه اشوف الاول لو الفيديو عجبكم خير يا عين هنزل لكم الجزء التاني من الفيديو دوت، لو ما عجبكوش خلاص مانيش منزليه تمام. صلوا بقى كده على النبي يا جماعه. هتقولوا لي طب انتي بقى ما بتعمليش تحت في البلكونه اللي تحت ليه اللي هي البحر اللي انا كنت بغسل فيها السجاد الاول؟ هقول لكم ان كان في تنايه وكنا بنزرع تحت البلكونه شبت وكزبره بقى وحاجات وجرجير وخضار وحاجات من دي، فالصابون بقى والكرول والميه اللي انا كنت بغسل بيها السجاد كانت بتنزل على الخضار، فبوظت الخضار ودبلته ومعادش راضي ان هو يطلع تاني تمام. فانا قلت بقى بدل ما انا هعمل تاني في البلكونه وابوظ الخضار اللي احنا ما صدقنا ان هو يطلع تاني، وهطلع بقى فوق في الشقه اللي فوق ومنها تنضف. يعني انتوا شايفين انتوا الخينه اللي هناك دي اللي عند السجاد اللي لسه ما اتغسلش، ما اقولكمش دي طينه يعني طينه صافيه والله بجد اصلا الشقه كانت عايزه الغساله دي الغسيل ده تمام. فانا طبعا قلت منها الشقة تنضف ومنها نضف السجاد ومنها بقى يعني في براح فوق وما بوظش حاجة، يعني مش هعمل حاجة بوظ حاجة تمام. تصلوا بقى كده على النبي
وعايزه اقول لكم ان احنا جبنا تنايه جديده. انا طبعا قلت لكم في فيديو قبل كده ان احنا جبنا تنايه جديده، بس ما قلت لكمش احنا جبناها ليه بقى، لان احنا جبناها لان التنايه اللي كانت بدلها دبلت يا جماعه وخلاص ما عادش راضيه تطلع خالص. فقلنا بقى ايه، اكيد دوت بقى من الصابون ومن الكرول بوظ الخضار اللي تحت. فانا قلت خلاص بقى ما عدتش هعمل في البلكونه اللي تحت، وكل شغلنا بقى في الغسيل السجاد يعني عامه هيبقى فوق في الشقه اللي فوق. فصلوا على النبي يا جماعه، واللي لسه ما حطش اللايك يحط اللايك. هنا طبعا كان اول سجاده اهوت، حطيت عليها شويه كرول كده علشان تنضف، وحطيت عليها شويه صابون سايل. وبصراحه انا كنت بحط اصلا، وكنت بحط بحرص، لان الصابون السائل دوت يعني اسألوا عليه اليومين دول هتلاقوه غالي جدا. فانا قلت ايه بقى، هي كده كده غسلة بغسلة، فهغسل بقى وامر لله. تمام، صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي. جيت بقى هنا كده، قلت بقى ايه، بعد ما دعكتها كده وغسلتها غسله حلوه، قلت ان انا ايه، اشيل بقى الميه اللي عليها واشيل الصابون اللي عليها دوت. واهم حاجه طبعا التشريف بتاع السجاد، لان الصابون اللي بيبقى عليها دوت ولكن غسلتيها خالص، لازم الصابون ده يتشال من على السجاده، وان هي تتمسح حلو كده زي ما انا بمسحها كده، وبشيل الصابون اللي عليها دوت. وبعد كده بقى ترفعيها بقى على اي سور كده يكون نظيف. انا طبعا رفعت كلهم، كل السجاد رفعتهم على سور واحد. انا في اليوم ده انا ربنا اللي كان عالم بيا الصراحة يعني. انا كنت على فكرة طالعة فوق في الشقة، وكنت بغسل السجاد دوت على اساس ان هما 2 بس. والله العظيم اقسم بالله العظيم كنت بغسلهم على اساس ان هما 2 بس، وطالعه وبغسل السجاد اصلا وفي نيتي ان هما 2، واتنين بقى ايه مع مشاية مثلا صغيرة كده، فاهمين؟ لقيتهم 5 كده. بس الحمد لله يعني اليوم عدى. هو انا تعبت شوية ودراعي وجعني شويتين 3 وظهري والكلام ده كله، بس الحمد لله اليوم عدى وارتحت منهم خالص وغسلتهم. هنا طبعا انا شلت السجادة هنا اهوت، وهرفعها بقى على السور بعد ما اشطفها، يعني انا لسه هشطفها كمان. جيت بقى هنا للسجادة التانية، شفتوا بقى هما كبار ازاي. السجاد بقى اللي احنا كنا بنغسله التاني في البلكونه اللي تحت كانوا بيبقوا صغيرين عن دول على فكره، وكنت بغسل واحده ولا 2 وكنت بقول يا ظهري. الوقت انا غاسله 5 من الكبار، يعني ايه، حطوا اللايك يا جماعه بقى. جيت بقى هنا كده في السجاده الكبيره ديت، وقلت بقى ايه زي ما انا عملت في التانية هعمل في دي، احط برضو شويه صابون سايل واحط شويه كرول، وهاتك يا دعك بقى احط صحتك كلها فيها. انا طبعا ما كانش في حد موجود معايا حتى ان هو يساعدني، فانا قلت بقى يعني ايه، امري لله، اللي معاه ربنا احسن من اي حد. فهنا بقى ايه، قلت هحط الصابون وهحط الكرول وهبدا ان انا ابل السجاده. طبعا اهم حاجه ان انت تبل السجاده كده عشان لما تيجي تدعكيها تدعك معاكي كده، ما تبقاش ناشفه، فاهمين؟ يعني تدعك دعكه كده، ما تتنهاش تاني. صلى على النبي يا جماعة. انا عايزة اقول لكم ان انا فضلت ادور على الفرشة اللي انا بغسل بيها دي بدعك بيها ديت، فضلت ادور عليها يجي اكتر من ساعة، من ساعة. يعني انا مثلا من الساعة 10 بدأ الساعة 11، لان فضلت ادور عليها كتير فما لقيتش بقى اللي هو الفرشة اللي انا اغسل بيها. فانا قلت ايه، اتصرف الجيش الجيش باين، الجيش بيقولك اتصرف. فانا اتصرفت وغسلت ال5 سجادات وانا متصرفة. وانا متصرفة يعني اتصرفت وقلت هعدي اليوم بقى، هو كده كده اصلا انا بليت الدنيا وغرقت الدنيا. وعايزه اقول لكم برضو ان انا البلكونات بتاعه الشقه كانت متغرقه بمعنى متغرقه بجد، اللي هو في بحر. كان نص كده ولا ربع البلكونه كانت مليانه ميه بقى، بس البركه فيا بقى. إيه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هعمل السجادة دي برضو وهدعكها بقى. بصي عايزة انت لو يعني ايه تكوني كده متكادة من حد، متكادة بقى من حد ومتغاظة منه، وتدعكي بقى ولكنك بتضربيه بجد والله. يعني حط صحتك كلها في السجادة. انت لو غسلت السجادة دي فضلت فيها ساعتين كده تدعكي فيها مش هتقولك لأ، ده بالعكس ده كده بتنور وبتنضف اكتر. جيت بقى هنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا جماعة. غسلت السجادتين الكبار ولقيت المشاية دي، فانا قلت بقى ايه، تعالي هو معاش الا انتي اصلا، لكن السجادتين التانيين، السجادتين التانيين غسلتهم في الجزء التاني بتاع الفيديو.
فهنا بقى ايه، ما لقيتش الا دي بقى اللي كانت فاضله. فضلت ادور والله بالرغم ان انا كنت زهقانه اصلا وانا بعمل الحاجه الاخيره دي اللي هي السجاده الاخيره، يعني انا ما كنتش متوقعه ان هيبقوا اكتر كده. بس فضلت ادور برضو على السجاد وادور على حاجه عايزه تتغسل، فلقيت دي بقى. فانا قلت ايه، ان انا هغسلها بقى كده بشويه كرول كده. انا محطتش عليها صابون، انا حطيت عليها شويه كرول لان هي اصلا ما كانتش اللي هي يعني وسخه قوي زي التانيين. فانا قلت هغسلها كده غسله على الخفيف، ودعكه كده دعكه كده ايه حلوة كده محترمة على الخفيف، وهشطفها وهحطها كمان معاهم على السور. يبقى كده انا عملت السجاد كله، والسجاد اللي كان على قلبي دوت خلصته. نضفت السجاد ونضفت كل حاجة ونضفت الشقة اللي فوق، بقت بتلمع كده بتبرق. ف هعمل بقى ان شاء الله حاجه بحاجه بقى. انا كنت مستنيه الاجازه دي بفارغ الصبر يعني، بالذات عشان السجاد. السجاد ده لوحده في ناحيه لوحده خالص، وعلشان في حاجات تحت انا عايزه اعملها في البيت. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا جماعه. وعيب بقى قوي لو حد لسه وصل لحد هنا ولسه ما حطش اللايك، عيب قوي قوي منكم على فكره. جيت بقى هنا كده شفتوا بقى السجاد ده، انا طبعا حاطاه فوق بعضه. فهنا بقى ايه السجاد اللي انا غسلته اهوت، يعني حاجة بسم الله ما شاء الله. صلوا على النبي يا جماعة. واتمنى بقى كده النهاردة لو الفيديو عجبكم تكونوا حطيتولي لايك واشتركتوا في القناة، واستودعكم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم.